يخبرني أحد الإخوة بقصة، يقول تزوجت بامرأة، يقول وكنت حريص أن يتزوج بامرأة ملتزمة، يقول وبعد أن تزوجت بها الشهر الأول الشهر الثاني يقول متعود أنام، يقول وهي تقوم بعد ما أنام، يقول مرتين ثلاث شفتها تصلي، عرفت أنها تقوم تصلي آخر الليل. يقول في يوم من الأيام نمت، يقول كانت حتى متعبة ويعني كانت معي طول الليل، ويقولوا لما آخر الليل استيقظت ما وجدتها، أردت أن أذهب إلى دورة المياه، يقول ذهبت إلى دورة المياه وأنا راجع وإذا هي تصلي، يقول ما تدري، ما سمعت بي، ما سمعت بي ولا عرفت أني خرجت، يقول فإذا بي أسمعها وهي ساجدة تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي زوجي وحبيبي فلان. اسمع الحب، اللهم إنك تعلم أني أحبه وإني أكره ما فيه من المعاصي، فأسألك يا رب أن تطهر قلبه وأن تطهر عينه، اللهم اجعله رفيقي وزوجي في الدنيا والآخرة. يقول أسمع دعاوي ما دعتها أمي لي ولا أبويا، يقول من قلب وبكاء وخشية. في آخر الليل الله عز وجل فتح سبحانه وتعالى وقبل الله الدعوة، يقول والله يوم سمعت الدعوة هذه، يقول وارجع وراء وادخل دورة المياه، يقول واغتسل والبس وجهي، يقول يوم حسيت بي خير، يقول كملت من ركعتين، ها حبيبي ايش تبغى؟ ايش عندك؟ ايش بك؟ قمت سلامات عسى ما اخلاف. قال لا والله ابغى اصلي معك. قالت الحمد لله يلا صل. يقول جيت صفيت جنبها يبغاها هي الامام، يقول قالت لا ما يصلح لازم انت الامام. قال لا والله انت اللي يصلح انا اللي ما يصلح، انت الامام. قالت لا ما يصلح، الامام رجال. قال والله انك اطلق مني ومن 10 من رجاجيل، صلي انت الامام. يقول وانا وياها حرب، هي تصلي، يقول انا متورط ما اعرف اصلي، لو اجي اصلي ما اعرف اصلي. يقول وهي عيت لا تصلي، المرأة فقيهة. يقول في الأخير قالت لا خلاص أنا أصلي لحالي وأنت صلي لحالك. يقول فأصلي لحالي وأطالع السوي وأسوي زيها. والآن ما شاء الله تبارك الله طالب علم ومن الدعاء إلى الله عز وجل، تاب الله عز وجل عليه.